حاولت استحمل على قد ما اقدر. غصب عني يعني بالنهايه ده. حكاية الست السرية في حياة تامر حسني، وبسمة بوسيل قررت ترجع له وتخلف 2 كمان. يا ترى مين هي الست السرية دي؟ وازاي بسمة خدت قرار العودة؟ واللي بتخاف من الشهرة ايه هو أغرب قرار خدته في حياة بنتها؟ لو عاوزين تعرفوا تفاصيل الحكاية يبقى خليكم معايا وتابعوني للآخر في فيديو جديد من حكاوينا. بسمة بوسيل صحت على خبر صدمها. واحدة ست صوتها ناعم اتصلت بيها وقالت لها تامر جوزك نايم جنبي على السرير، البعبع اللي بتخاف منه حصل، وقام واقف في وشها الشهرة. طبعا ده معناه ان في بنات كتير جنب تامر حسني، مش واحدة بس. هي بطلت تغني علشان بتحبه وعايزة تستقر وتربي العيال. يا جماعة المكالمة دي كان غرضها توقع تامر حسني في الممنوع، علشان هو وقتها كان نايم جنبها على السرير. وهنا بسمة طلعت كل عصبيتها على البنت اللي بتتكلم دي. بسمة اتجوزت تامر حسني من غير فستان ولا حتى حفل زفاف، حاجة كده على الماشي. كمان هي كانت بتعمل ألبوم وأجلته علشان في ناس مستقصدينها هي وتامر. موهبتها وصوتها اللي ما يختلفش عليه 2 دفعته عربون جواز. بسمة قالت إن الجواز والحب خد مكان النجومية والشهرة والأغاني. هي عارفة إنها متجوزة واحد مشهور وضريبة ده هتكون غالية. خبوا كل حاجة عن الناس واتجوزوا في السر، بس عيون الصحافة جابتهم ونزلوا خبر الجواز. ومن هنا بدأ العد التنازلي لانفصالهم. في ناس كانت بتيجي قدام بيتهم وتنادي بأعلى صوتها طلقها يا تامر. قصاد كل اللي حصل الاتنين بالفعل انفصلوا زي ما انتم عارفين، بس اللي مستخبي بقى انهم هيرجعوا لبعض تاني، وده الحلم اللي قالت عنه بسمة بوسيل انه هيتحقق. بتقول ان في اشاعات كتير طلعت عليهم، بس هي مشغولة جدا وتختلف عن بنات كتير، ما عندهاش وقت تقف قدام المراية وتندب حظها او حتى تزعل على حاجة في حياتها. بسمة بوسيل مش بتحب الشهرة خالص، وعلشان كده ده كان السبب في الانفصال. عاوزة حد ياخد باله من مشاعرها ويكون في بينهم وبين بعض معاملة وعشرة وحياة، مش يسكتوا وينشغلوا عن بعض. أصلها بتغير على مشاعرها وعاوزة واحد يحط عينيه وسط راسه وهو بيتعامل معاها. كمان بسمة اتعلمت من غلطتها واللي عملته مع تامر وجوازة الشهرة خلتها تمنع بنتها من الجواز من راجل مشهور، وده علشان تحافظ على حياتها وما يحصلش انفصال زي ما حصل لها. بسمة في الثلاثينات من عمرها وهي عصبية جدا، بس ليفل الرومانسية أعلى. أحلامها كلها اتحققت، اتجوزت اللي بتحبه وعملت أغاني، وتامر حسني هو اللي كان بيشرف عليها فنيا. هي سابت الأغاني والسر الباتع ورا كل ده حبها للنجم. أبوها قال لها يا بسمة ما تسيبيش الغنى. بعد انفصالها عن تامر نزلت مكتبها وهي في ذروة عصبيتها وكان ممكن تعمل خناقة، وبدل الخناقة قررت تشوف شغلها علشان تطلع الطاقة اللي جواها. صوتها جميل وبتسرح بخيالها في الفضاء العارم. بتحب تامر وما تقدرش تستغنى عنه حتى بعد طلاقهم، وحلمها في الرجوع هيتحقق. بس ما عرفت طريقها خلاص وعملت خطة ما تخرش المية. التجربة اللي مرت بيها علمتها انها ما تتعلقش بحد زيادة عن اللزوم الا ربنا، وده بعد موقفين مرت بيهم في حياتها. الأول رحيل أبوها واللي كان حتة منها، وجوزها اللي سلمته قلبها وبعد كده انفصلت عنه. بسمة هترجع بانطلاقة قوية، وكلنا شفنا شغلها في تتر مسلسل نعمة الأفوكاتو اللي نجاحه مكسر الدنيا. ايه رأيكم في عودة تامر حسني وبسمة بوسيل من تاني؟ شاركونا انتوا كمان رأيكم في التعليقات.